حلقة جديدة من الموسم الجديد The AI Season. النهاردة معانا حلقة في فيرتيكال مختلف، زي ما قلنا لكم في أول حلقة إن إحنا كل حلقة هنبقى بنتكلم على فيرتيكال معين، هنفهم إزاي ال AI هيغيره وهيعمل فيه disturbance. النهاردة معايا حد من الناس اللي غيروا صناعة الفينتك في مصر. حد بقاله عنده 20 سنة من الخبرة في التك فيلد. ابتدى كسوفت وير انجينير، اشتغل في شركات تلكو في الأول كتير قوي زي فودافون وهواوي وأوريدو قطر، وبعدين انتقل إلى البانكينج اندستري. عنده خبرة كبيرة قوي، سنين كتير في بنك مصر، ودلوقتي هو بيشغل منصب السي تي او بتاع بنك قناة السويس. بهاء فاروق، اهلا بيك ومنورنا في البودكاست. شكرا جدا لوجودك معانا النهارده. شكرا ايمان، وشكرا على الجريت سيت اب والاكسبيرينس. شكرا جزيلا والمقدمه جميله. شكرا جزيلا. ماي بليجر. انا متحمسه قوي، واحنا لسه قاعدين بنحضر الحلقه كنت بقول لبهاء انا من اكتر الحاجات اللي انا دايما ببقى بالنسبه لي هي بلاك بوكس، ودايما اسمع فينتك وبالنسبه لي هي كلمه هايب كده، اللي هو يعني ايه فينتك، وبعد كده بيبقى دايما عندي لخبطه هو ايه الفرق ما بين بانكينج وفينتك. فده اول سؤال هبدا بيه الحلقه يا بهاء. اعتقد ان الناس هتبقى عندها نفس الكونفيوجن، انه هو ايه الفرق ما بين بانكينج وفينتك. هايل. يعني السؤال ده فيري ريبيتيتيف، وبسمعه في انترفيوز كتيره، وفي يمكن في بانلز كتيره في كونفرنسز، ولما كمان بتحرك للجامعات ايذر في كونفرنسز او في بانلز بيجي كمان من الطلبه بيج تايمز. فده فيري كومن كويشن اكروس. هو ببدا دايما بانترودكشن بسيطه جدا عن البانكينج. هو البانكينج اتس نوت ا نيو اندستري. البانكينج اندستري بقى لها سنين طويله. هناخد اكزامبل طلعت باشا حرب في مصر اسس بنك مصر يمكن من 100 سنه وزياده. مش عايز اقول بالظبط يعني السنه، بس من 100 سنه وزياده. البنك الاهلي نفس الحاجه برضو من 100 سنه 120 سنه وزياده. طيب فالبانكينج باي اتسيلف اتس نوت نيو. طيب هو استخدام التكنولوجي في البانكينج جديد؟ لا، هو برضو استخدام التكنولوجي في البانكينج مش مستجد، ان كان في مصر او ان كان في العالم كله. فيبقى التكنولوجي باي اتسيلف هي موجوده في البنوك من سنين طويله قوي. طب هي البنوك بتقدم ايه؟ هي بتقدم فاينانشال سيرفيسز. انا عندي فلوس عايز احطها في البنك، انا محتاج فلوس بروح استلف فلوس من البنك، انا عايز اعمل انفستمنت بروح اقول للبنك ساعدني عشان اعمل انفستمنت اكسترا. كل الوايد رينج اوف سيرفيسز اللي بيقدمها البنك هو بيقدمها لي لسنين طويله باستخدام تكنولوجي هو الوحيد اللي شايفها، ما بيدخلنيش جواه. انا مش بارت منه، يعني مضطر اتحرك من مكاني واروح له وابتدي اطلب منه الخدمه. هو بيستخدم التكنولوجي علشان يمنتين او عشان يقدر يقدم لي الخدمه دي. فاكيد عنده سيستم بيمنتين بيه الحسابات، اكيد عنده سيستم بيخليه يتعامل مع البنوك المركزيه، اكيد عنده سيستم بيخليه يتعامل مع البنوك الاخرى داخل نطاق نفس الدوله. كل دي تكنولوجي ايه. فيبقى البنك باي اتسيلف هو عنده التكنولوجي، وهو فاينانشال اورجانيزيشن، فهو بيقدم وايد رينج اوف فاينانشال سيرفيسز باستخدام التكنولوجي، بس انا مش بارت منه. نيجي نتكلم بقى على الفينتك. الفينتك بتفوكس على فيرتيكال معين باستخدام تكنولوجي، بس بتنفايت الكاستمر يعمله بنفسه. فبتبني الانفراستراكشر اللي تقدم بيها السيرفيس دي، وتجيب العميل بنفسه يبقى موجود عليها. كويس. فبقت الفينتك بتوصل اسرع للعميل، بتوصل له بطريقه سكيور 100% زي البانكينج، بتوصل له بطريقه فيها بورتابيليتي يعرف يستخدمها من اي مكان، بطريقه فيها سهوله في الاستخدام، فتبقى بموبايل ابلكيشن او بويب جيرني هو اللي بيعملها بنفسه، يقدر يتابع فيها الابديتس، يقدر يشوف فيها اللي بيحصل ايه. الكلام ده ينطبق على ان كان فرد او ان كان شركه. كويس. فيبقى اول حاجه كده شايفينها ان الفينتك سبقت شويه البانكينج. فشوفنا شركات تمويل للافراد بتسلف الافراد بسهوله، شفناها في المولات، شفناها في المطارات، شفناها في الشارع، شفناها في الموبايل ابلكيشن. شفنا شركات بتعمل بيمنت سيرفيسز، فبدل ما عشان افضل ادفع فواتير محتاج اروح ادفعها في المكان، فشفنا شركات فينتك بتعمل بيمنت سيرفيسز. شفنا شركات بتعمل انفستمنت في البورصه، فبيجيب لك البورصه دي لحد عندك كده على الموبايل ابلكيشن بتاعك او على التليفون اللي في ايديك، علشان تعمل عليه التريدنج او تعمل عليه الترانزاكشنز بتاعه البورصه، بيع وشراء الاسهم وخلافه، واللي انت تدير المحفظه بتاعتك. الحاجات دي كلها كانت موجوده،
بس كانت موجوده بطريقه انا اللي مضطر اتحرك من مكاني ككاستمر اروح بيها للمقدم الخدمه. انا باجي لحد عندك بقدمها لك بشكل امن واسرع واسهل. فلما نيجي نشوف نلاقي ان الفينتك هي استخدمت نفس الفاينانشال سيرفيسز على فيرتيكال معين من البانكينج على تكنولوجي بورتبل سهل انها تبقى موجوده للعميل. ريسنتلي نقدر نقول ان البانكينج كمان رايح لده، والتطور بتاع البانكينج ان بقى فيه ديجيتال بانكس وبقى فيه نيو بانكس اللي هي البنوك اللي من غير فروع، هي بتقدم كل حاجه ديجيتال. يفضل برضو الفينتك مركز على فيرتيكال معين من الفيرتيكالز اوف البانكينج سيرفيسز اللي البنك بيقدم. فده كده يعني اوكي. طيب انا عايزه اقول لك انا كنت فاهمه طبعا فكره انه in a way or in another ان الشركات اللي بتقدم خدمات ماليه زي مثلا for example value، اي شركه فيها استخدام ل financial services تعتبر فينتك، وهي مش مقتصره على البنوك فقط. صحيح. والكلامك مؤخرا البنوك هتبدا يبقى عندها الفينتك. اتوقع برضو يا بهاء انه لو انا كمستخدم يعني اقدر اقول اكزامبل على الفينتك، الموبايل ابلكيشنز اللي هي بقت اسهل حاجه في حياتنا. انت دلوقتي بقيت تعرف تشتري شهادات من على موبايل ابلكيشن للبنك، تشوف طبعا حسابك، تحول لحد، كل الخدمات اللي احنا كنا في الاول. انا فاكره ده ما كانش من زمان قوي يعني صح. اتوقع من اخر 5 سنين لما بدا يبقى عندنا التطور ده، ان انت بقيت عدد زياراتك للبنك قلت بكتير. فده يعني متماشي جدا مع اللي انت بتحكيه كشرح. ده ريل اكزامبل انا كمستخدمه شفته. ولكن السؤال بقى برضو حابين نفهم، هل الفينتك مقتصره بس على الموبايل ابلكيشن سيرفيسز ولا هي اكتر من كده؟ لا، هي اكتر من كده طبعا. خلينا نبدا برضو تاني من عند البانكينج ونروح بيها للفينتك. هو هل البانكينج بيكمبيت مع الفينتك؟ ده سؤال فيري كومن وحاجه لازم نفضل نسال عليها نفسنا احنا كمستخدمين وهم كمؤسسات. هل انا كبنك لازم اكمبيت مع الفينتك والفينتك تكمبيت مع البانكينج؟ يصح ان هم يشوفوا بعض كده، بس الافضل بكتير ان البانكينج زي ما قلنا كده بيكمبلمنت ايتش اذر، يعني بيكملوا بعض كده. وهو البانكينج ليه دور في ان هو زي ما بتقولي بالظبط كده، ان هو يساعد الفينتك لان هو الماسلز بتاعته اقوى بكتير. الفينتك الوصول بتاعها اقوى بكتير، هي الريتش بتاعها ذكي. اوكي. بنسميها كده البالانس شيت او الليكويديتي او العباءه الماليه بتاعه البنوك اقوى بكتير. اكيد. ف100% الفينتك جايين للبنوك والبنوك محتاجه الفينتك علشان توصل لريتش اكبر. فيلا نبطل الخناقه وخلينا نكومبلمنت ايتش اذر ونتحرك بشكل افضل من كده، فيحصل البارتنرشيب دي. انا بقى هل الفينتك هتقدم بس موبايل ابلكيشنز؟ لا، هي هتقدم حلول كتير. الفينتك ممكن تقدم البي او اس اللي احنا بندفع عليها من واحنا بنشتري في اي ميرشنت، واحنا بنشتري اي حاجه، احنا بنعمل شوبينج او بتقدم ويب جيرنيز سيستمز كامله، بتقدم بي تو بي. ممكن يبقى في فينتك بيوصل شركات ببعضها ومن غير خالص ما يبقى بيقدم موبايل ابلكيشن. يعني ممكن يبقى دوره ان هو ينتجريت مؤسسات مختلفه. مؤسسات هندي اكزامبل، يبقى دور ان هو زي الريجولاتوري تك فينتكس. ريجولاتوري تكس هو نوع بيقدم سولوشن علشان يخلي الفينتكس توصل للعملاء towards verifying their identity. فنلاقي في واحد قدم سولوشن علشان يفيريفاي ان صورتي اللي في البطاقه هي الصورة اللي هعمل بيها لايف. هو قدم سولوشن بينيبل الفينتك. هو بقى بيبيعه دلوقتي بي تو بي ما بين ده وما بين ده، فيبقى ده بارت اوف ذا سيستم. فبقت الفينتك اتس نوت اونلي اباوت موبايل ابلكيشن، ممكن تبقى انتجريشن، ممكن تبقى ويب جيرني، ممكن تبقى ما بين بزنس تو بزنس، يعني ليها اكتر من شكل. ده هياخدنا لسؤال مهم قوي يا بهاء، وبخبرتك ويور بوزيشن بتاعك از الشيف ترانسفورميشن اوفيسر لبنك قناه السويس. ودايما في البنوك باللي انا بشوفه بيبقوا يعني في البوزيشن ده بيبقوا عايزين يعملوا ترانسفورميشن، ودايما اسمع ان في كلمه ديجيتال ترانسفورميشن ودلوقتي الاي اي ادوبشن او ترانسفورميشن. من وجهة نظرك ايه الفرق ما بينهم، وهل احنا محتاجين نبقى اوريدي مخلصين الفيز بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن عشان يبقى عندنا اي اي؟ طيب هو انا هقدر يعني هزود بيلر ثالث قبل الديجيتال وقبل الاي اي، بنسميه الاوتوميشن.
كويس. اوكي. احنا اتفقنا ان البنوك كانت بتعمل خدمات والفينتك بتعمل خدمات، بس محتاجه ان هي تكون اوتوميتد موجوده على سيستم. فانا الاول لازم اكون متاكد ان انا كل السيرفيسز او البرودكتس اللي بقدمها اوتوميتد، علشان اقدر اعمل لها ديجيتال جيرني. يعني لو قلنا مثلا فينتك بتعمل عمليه اقراض، بتعمل ليندنج برودكت، كويس، وجينا شفنا لقيناها بتعمل عمليه الليندنج دي الكوميونيكيشن او طريقه الاندر رايتنج او دراسه القرض اللي هينطلب بتاخد 5 ايام شغل، بتاخد 10 ايام شغل. لما نيجي نشوف الدراسه بتاخد الوقت ده ليه، هنلاقي ان الناس بتتكلم مع بعض في التليفون وبالايميل وبينيجوشيتوا. لا انا هناخد منه انترست كذا، لا اصل الورقه دي مش عجباني فكلمه في التليفون عشان يجيب ما اعرفش سجل تجاري تاني وما اعرفش ايه، وهات خد مع العميل لحد ما العميل تطلع روحه وما ياخدش الفلوس اللي كان عايزها في الاخر، او ياخدها بعد ما تكون طلعت روحه. هايل. يبقى انا محتاج المرحله الاولى اللي انا اعمل اوتوميشن، اخلي الناس دي تتكلم مع بعضها على ورك فلو سيستم، ويبقى في سيستم بيتسجل الحاجات دي اوتوماتيك، والكوميونيكيشن دي تحصل اسهل وتبقى كلها تراكت. يبقى دي المرحله الاولى، مرحله الاوتوميشن. بعد كده مرحله الديجيتال اللي انا انفايت العميل في اي وقت يبقى عنده سيستم، يبقى عنده موبايل ابلكيشن يقدر يحط عليه الريكوست، وترانسبيرنتلي هيشوف الستاتس بتاعت الريكوست بتاعته دي ايه. اوكي. بتتحرك بقى جوه البنك او جوه الفينتك، وشايف والله هي دلوقتي في مرحله الدراسه، هي دلوقتي اتقبلت، احنا محتاجين الدوكيمنت الفلانيه دي تكون ابديتد، السجل التجاري مثلا يبقى ابديتد، مش عارف ايه اكسترا. هايل. بعد كده والله الفلوس جاهزه وهتنزل على حسابك، الف مبروك. كويس. دي مرحله الديجيتال. تمام. في المرحله اللي بعدها انا عايز انزل من 5 ايام، عايز اديله قرار منح لحظي كده. اعملها ازاي؟ انا هشوف الداتا بتاعته، هقارنه بزملائه من الماركت، مين الكويسين، هل هو شبه الكويسين ولا هل هو شبه الغير منتظمين كعميل عشان اقرر انا كبنك هديله الطلب سواء كارد او اي حاجه، او يعلي الليميت بتاع الكريدت ايا كان بالظبط كده. فده بنسميه من البيهيفير بتاعه، فبشوفه هو شبه مين اكتر، المنتظمين الكويسين. ده الاي سكور صح؟ الاي سكور بقى والداتا بتاعته والبيهيفيرز اللي بيعملها. ما هو انا بدرسه الداتا بتاعته قدامي شبه ناس تانيين. فاكزامبل مثلا لو جيت قلت ان انا الشركه دي بتشتغل في مانيفاكتشرنج لصناعه الملابس، وحجم البيزنس بتاعه اكس، وموجود في المنطقه واي، كويس، في الزون الفلانيه في الجمهوريه، والاونر بتاع الشركه دي الايدج جروب بتاعته كذا، والموردين اللي بيتعاملوا معاه فلان وفلان وفلان اللي الكلاسيفيكيشن بتاعتهم الحاجات العلانيه، كويس، وعدد العماله اللي عنده الشكل الفلاني ومن ضمنهم قد كذا، مثلا الجندر بتاعهم فيميل مثلا، كويس. البيانات دي كده كلها كتيره صح؟ هو ده اللي انا بقوله، ده كله ممكن يكون يبين ملوش علاقه بالدراسه الائتمانيه، بس ده الدراسه الائتمانيه اللي لها علاقه بالبيهيفير بتاع الشركه. فانا اشوف الشركات اللي انتظمت قد ايه منهم شبيه للبيهيفير ده. لو لقيته شبه اكتر المنتظمين انا مطمن، لو لقيته اكتر من الغير منتظمين يبقى لازم اكون كونسيرفاتيف اكتر، ايذر برفض المنح او اللي انا اقلل اول ليميت لاقل حاجه. الكلام ده ينطبق على فينتك وعلى بانكينج طبعا، كويس. ده ايه؟ ده اي اي، لان انا اشتغلت على فوليوم داتا كلاسيفيكيشن بقى، كلاسيفيكيشن، وببتدي اكلاستر الداتا واطلع منها موديل. الموديل ده اللي ياخد القرار بناء على اللي اتعلمه من الهيستوريكال ريكوردز. فلما يجي لي كده الكيس دي اقول لا دي الكيس دي شكلها من الكويسين، اديله كذا. لا الكيس دي شكلها من الغير منتظمين. طبعا الموضوع اعقد من كده شويه، بس فور سمبليفيكيشن احنا بنحاول نقرب بس المرحله دي الفكره. طب انا علشان اخليها لحظي ينفع يقدمه في الفرع؟ يعني تفتكري ينفع اخليه من غير اوتوميشن خالص، ولا محتاج اخليه اوتوميتد وديجيتال وبعدين اخليه بريدكتيف اناليسيز او اللي هو انستنت ابروفل؟ لا مستحيل، لازم ابدا من الاول. صح كده، يبقى لازم اعمل كل دول، باي باس المراحل دي كلها. صح كده، مظبوط. يبقى انا لازم اوتوميت فانظم الداتا واعمل لها بروبر كلينزنج عشان ما تبقاش داتا سيئه وما اقعدش ادور عليها في ورق وفي كلام غريب. ولازم تبقى ديجيتال اكسبيرينس كويسه للعميل علشان ابقى مطمنه ان هو ترانسبيرنت. واخر حاجه اعمل له بقى فيها ان هي الانستنت ابروفل باستخدام الاي اي. كويس، انترستنج. فبتهيالي ان هو ممكن في بعض الكيسز ينفع اعمل اي اي بس اتليست يكون عندي اوتوميشن، مش لازم تكون عندي احسن ديجيتال اكسبيرينس.
ممكن استخدم اي اي، بس في ذا بيست سيناريو للعميل لفينتك لازم اتليست يكون عندي الاوتوميشن ويبقى عندي الديجيتال، فاقدر اعمل اي اي ترانسفورميشن. اوكي حلو قوي. بس يعني بالقرايات اللي انا بقراها او اللي انا بسمعه انه دايما بغض النظر عن الفيرتيكال او الاندستري بيبقى فيه الاي اي بايسز، او ان الذكاء الاصطناعي بيبقى عنده تحيز لقرارات معينه، واحنا عارفين ده كويس قوي. صحيح. برضو احب اعرف بخبرتك او من وجهة نظرك بالذات في الفينتك اندستري، شفت حاجة شبه كده ان ريل لايف، وازاي بتعرفوا تجوفرن فكرة ان الاي اي ما يبقاش بايظ؟ يعني بيتهيألي السؤال ده من اهم الاسئله ممكن تبقى في الدسكشن دي، ما اعرفش اللي جاي شكله عامل ازاي، بس governance الاي اي اهم بكتير من اوبريتنج الاي اي. عشان الاي اي الكنترولز عليه، هو دايما في كلام كده بيتقال ان AI is a black box، اللي خد قرار في حاجه، ان كان عمل ريكومنديشن او عمل اناليسيز او later on حتى كمان ريسنتلي بالجنريتيف AI وبالجنتيك AI، ده بلاك بوكس، انا مش شايف اللي جواه. اتس نوت فاكت، وده مش حقيقي. هو في حاجه جنب الموديل في الجفرنس اسمها explainable AI. فانا لازم يبقى عندي موديل تاني او عندي الطريقه اللي خليني اوصف الاي اي خد القرار ده بناء عليه. فابتدي ايدنتيفاي البوتنشاليتي قبل حتى ما رن برودكشن ان يبقى في بايس. فهنقول اكزامبل نكمل حتى على الليندنج اكزامبل ده، فنلاقي ان الموديل ده عمال يدي قرارات ابروفال للفيميل، وعمال ما يديش ابروفالز بنفس البرسنتج للذكور. هو ملوش ذنب. يعني الداتا اللي علمناه عليها لما نيجي ندرسها هنلاقي ان الاكسبتنس برسنتج اللي حصلت بالطريقه التقليديه كانت الفيميل فيها كتير. فانا لازم ادرس الفاليوم اوف داتا بتاعتي الاول، الداتا اللي هترين عليها المودلز بشكل كويس وبشكل عادل، يبقى فيها فيرنس قبل ما ادخل الاي اي يتعلم منها وياخد بناء عليها قرارات. فده بيحصل في وقت التريننج، بيحصل في وقت الداتا كلينزنج والداتا فاليديشن، ويحصل ليتر اون في وقت الاكسكيوشن اللي انا افهم هو خد القرار ده بناء على ايه، الراشونال بتاعه كان شكله عامل ازاي. وابتدي اعمل بقى فاين تيوننج في البارامترز اللي بيشتغل بيها. فلقيت واخد مثلا الجندر ده مديله هاي سكور او مديله ويت عالي في القرارات اللي بياخدها، اقلله شويه. ده الفاين تيوننج اللي بتفاين تيون عشان تميك شور ان مفيش بايسز. بالظبط كده. زي ما جينا نعمل نسيت اب البودكاست، عملنا فاين تيوننج كتير قوي في الميكروفون وفي السيت اب، صح. هو الموديل شبه كده، انا افضل افاين تيون فيه اكتر من مره لحد لما يجي يشتغل برودكشن هايل، يبدو انه بقى فير. بس ممكن يحصل في اي وقت ان هو يقلب تاني عن فير ويحصل فيه بايس. فيفضل طول الوقت في عمليه بنسميها الكاليبريشنز اللي بتحصل طول الوقت للموديل، لان في داتا جديده، الداتا الجديده محتاجه تخش يحصل لها ريتريننج، الموديل يتعلم احسن، يبتدي يبقى عنده اللي كنا زمان بندرسه في الاستاتستكس اللي هو الكونفيدنس ليفل بتاع البروبابيلتي، صح كده؟ فالكونفيدنس ليفل اللي هو انا واثق قد ايه ان الريكومنديشن دي صح. مظبوط، هي دي. اوكي. انا بحس ان الاسنس بتاع الداتا او لما يجي بقى ناخد حته القرارات وكده هي statistics و probabilities في الاخر. 100% يعني للاسف البارت اللي معظم الناس including نفسي ما بحبوش، بس هو ده الاسنس اللي بنعرف ناخد بيه القرارات يعني 100%. طيب هنروح لحته مهمه قوي قوي، ودي من اكتر الاجزاء وانا بحضر السكريبت بتاع الانترفيو كان عندي فضول فيها، واتوقع ناس كتيره قوي اللي شغالين بقى بالذات اوريدي في صناعه الايجنتس. يعني برضو بخبرة حضرتك نحب نعرف او توك اس ثرو ايه اليوز كيسز في البانكينج او الفينتك اللي الاي اي بيستخدمها. طيب اليوز كيسز كتير قوي، من اول اللي انا كفينتك او كفاينانشال اورجانيزيشن محتاج اعمل كروس سيلينج. انا عندي برودكت اكس وعايز ابيع بيه برودكت واي، فبالتالي الاكزامبل بتاع الاي كوميرس الشهير بتاع الشركه المشهوره اللي ظهرت ريكومنديشن لنوع معين من منتجات الاطفال جنب ازايز الزيت. هو ما اخترعهوش، يعني هو ما قالش ان ده بيكمل ده، وقال ان الناس اللي بتشتري ده موست بروبلي بيشتروا ده، بس هو فهم من الداتا كده. مظبوط. فده بنسميه، وده موجود كمان في البنك. موست بروبلي انا
لما خدت فاينانس برودكت، خدت تمويل عشان اشتري عربيه، انا ممكن اخد انشورنس. ممكن لو انت بنك او انت فينتك بتدي تمويل، ممكن يكون عندك بارتنرشيب مع شركه انشورنس فبتدي تديلي ريكومنديشن. فده اللي بنسميه البيست سكند اوفر. يعني اديتك حاجه فخد بقى التانية على طول ده وراه. كويس. ده ممكن يظهر من الترانزاكشنز بتاعه العميل، فابتدي احط له عليها ريكومنديشن. الريكومنديشن دي بقى يظهر وراها حاجات كتير قوي، ممكن من ضمنها كروس سيلينج وحاجات تانية. ده يوز كيس. في يوز كيس ثانيه لاستخدام الاي اي بيجي فيها بيج تايمز في الفينتك ترانزاكشنز السريعه جدا اللي بنسميها الفرود بروتكشن. الفرود بيزيد بشكل كبير جدا ان كان سوشيال انجينيرنج او ان كان اتاكس او غيره، بيزيد بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. فيجي السايبر سيكيورتي والفرود اناليسيز يعني متهيألي اعلى بريورتي لاي اورجانيزيشن بتستخدم فلوس الناس او فلوسها حتى. فيجي هنا الفرود بروتكشن اللي انا يا سلام لو الفرود بروتكشن ده بقى ريل تايم، يعني لو الترانزاكشن دي اتعملت دلوقتي يحصل عليها اليرتنج فيحصل فيها اناليسيس، فموست لايكلي مش انا، ففي داتا ممكن استخدمها بده. الاي اي يجي هنا علشان يعمل فرود بروتكشن بشكل كويس. دي انذر يوز كيس. يوز كيس ثانيه زي ما كنا بنتكلم على الليندنج اللي بنسميها السكورنج، الكريدت سكورنج. الكريدت سكورنج يوزد تو بي معادله. كويس. معادله واضحه فيها شويه بارامترز بويتس واحسب وخلصت. المعادله دي ليها علاقه بالفاينانشال ستيتمنت، بالبنك ستيتمنت بتاعه الاورجانيزيشن او بتاعه الفرد، الانكم لو انا شخص، ما املك، ما شكل البيهيفير بتاعي عامل ازاي، انا مشترك في نادي ايه، انا عندي عربيه تانية شكلها عامله ازاي، انا اولادي في مدرسه ايه اكسترا. فبقت ليها علاقه بالبيهيفير. تمام. بس هي ستيل معادله. صحيح. لا هنا يظهر اكتر الاي اي يقول طب ما انا محتاج احطك في كلاستر شبه الناس اللي زيك، فلازم اعمل كلاسترنج. فالناس اللي في الكلاستر ده تمام اكس السكورنج بتاعهم بالشكل الفلاني، ممكن يكون مرتبط بالاي سكور زي ما كنت بتقولي من شويه، بس اللي بنقوله ان الاي سكور از وان اوف، يعني هو بارامتر من مجموعه بارامترز كتير. طب ماذا لو ان الكاستمر ده انتابت، يعني ما عندوش هيتس في الاي سكور، ما جاش لسه لاول مره بيعمل ليندنج ترانزاكشن، فالاي سكور بتاعه ما فيش فيه حاجه خالص، اعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ابتدي افكر في حاجات تانية. كويس. عندنا كمان الكريدت سكورنج. دي اكزامبلز الفينتكس بتستخدمها بشكل كبير. في فينتكس اللي بتقدم البي او اس، فلما يشوف ان في منطقه معينه عليها فوليوم اوف ترانزاكشنز كتيره من على سبيسيفيك ميرشنت تايبس، يبتدي يفكر يقول طب هايل، انا ممكن انزل هنا الكوميشن من على البي او اس اللي انا بحركها توردز ان انا اعمل فوليوم ترانزاكشنز اكتر، فالميرشنتس اكتر تيجي تاخد مني البي او اس بتاعتي، ما تاخدش الميرشنت بتاعت الفينتك الثانيه او البنك الثالث وخلافه. فكل ده انسايتس واناليسيز يقدر يستخدمها. عندنا اكزامبلز بقى هنا، كل اللي انا كنت بقوله ده مور انتو الاناليتكس يوز كيسز. نروح بقى للجينيريتيف اي اي يوز كيسز. في اكزامبل كبير جدا في ليندنج الشركات اللي هي بنسميها الكريدت ميمو، مذكره الائتمان. يبقى فيها تفاصيل كتيره جدا، بالذات لو كانت لارج اورجانيزيشن او لارج كوربريت، يعني يبقى فيها تفاصيل كتيره جدا 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 ليها علاقه بالفاينانشال ستيتمنت وبالبنك ستيتمنت بتاعت المؤسسه، ومعدلات او فاينانشال ريشيوز كتيره بيتم احتسابها وخلافه. مين فينا ما بيستخدمش النهارده جيني اي تقريبا في كل حاجه؟ يعني بتهيألي معظم الناس، حتى شباب صغيرين في الجامعه، شات جي بي تي، ديب سيك، النهارده شباب حتى اللي بيدرسوا كمبيوتر ساينس بيعملوا كل البروجكتس يوزنج كلودي اي اي وكيرسر وخلافه. طب ما انا استخدم الجنريتيف اي اي كابابيلتيز دي عشان الكريدت ميمو اللي بتقعد شهر الناس تقعد تكتب فيها، ما اديله انا كل حاجه من عندي وبرومبت ويطلعها لي. اتس انذر يوز كيس، ده جنريتيف. طب التيم اللي شغال على الصناعه دي او شغال على بريبيرنج الدوكيومنتس دي، ده تيم كبير، في اوبريشن وفي ريسك وفي كومبلاينس وفي اكتر من حد شغال. طب انا لو حولت الناس دي بالسيلز كمان بالار ام، لو حولت جزء من التيم ده، جزء مش لازم كله، جزء منهم ايجنتس، فبقى الار ام اللي بيتكلم مع العميل ده مش بهاء، ده بهاء تك او بهاء داش. هو ده مش بهاء، هو ده روبوت، هو ده ديجيتال توين بالظبط كده، يور ديجيتال توين. كويس. فبقى بيعمل ايه؟ هو بينتراكت مع العميل، بياخد منه الانسايتس، بيكولكت منه الداتا، بياخد منه كل الفاينانشال. طب احطه فين بقى ده؟ الايجنت ده احطه فين؟ على الديجيتال جيرني اللي هو لينكينج تو يور بريفيس كويشنز. هو انا ممكن اي ترانسفورميشن من غير ديجيتال؟
يعني صعب قوي، بس لازم يبقى فيه ديجيتال جن عشان ابتدي اكولكت وانتراكت مع العميل. خدت منه الحاجه هديها للتيم اللي هيعمل السكورنج او هيبتدي يشتغل على البيزك دوكيمنت بتاعه التقييم الائتماني او الدراسه الائتمانيه. ما انا محتاج ريسك تيم يشتغلوا على ده. طيب هو الريسك تيم ده ممكن اخد منهم شويه كده واخليهم ايجنتس، والايجنتس دي ترجع تكلم تاني الايجنت البياع تقول له طب معلش هات لي الدوكيمنت الفلانيه، فيروح للعميل يقول له معلش احنا عايزين الدوكيمنت الفلانيه، ياخدها منه على الاونلاين او على الابلكيشن يديها للايجنت بتاع الريسك. احنا عملنا هنا ايه؟ احنا عملنا هنا ميجا افيشنسي في الكوميونيكيشن مع العميل، بقت اسرع، وقللنا حجم التيم اللي كوميتد على الريبورتنج، واللي هو يخلص الشغلانه في شهر مثلا بقى بيخلصها في دقائق، لان هو اسرع بكتير. كتير بالظبط. سرعناها وخليناها ارخص، لان قللت عدد كتير من الليبرز او من الناس التيم اللي شغال، والورك اورز، وسبت جزء من التيم بيعمل other sales opportunities مع العميل، اللي هو لازم فعلا حد سيلز اللي يعملها معاه، هو يعرض عليه advisory services يفكر معاه اكتر into his business او her business. وخليت جزء من الريسك تيم عمال يشتغل مع الموديل او مع الايجنت انه يطور نفسه. اوكي. فيقول له بص انت بتدرس صح، بس لو خدت البارامترز دي في حسابك زي ما بيحصل معانا كلنا النهارده على الجينيريتيف بالذات، بقول له استنى ده انا نسيت اقول لك المعلومه الفلانيه، خدها علشان تصلح لي كذا. فده بيوصل بينا للمرحله كمان بتاعه اليوز كيسز اللي ليها علاقه بالايجنتيك اي اي، ان الايجنتيك جاي يبدل شغلانات بايجنت، بس ما بيلغيش 100% دور البني ادم، ما زال في جزء منه مونيتورنج وجفرنانس وكونفيرمنج. في نقطة مهمة قوي واللي ختمت بيها الرد على السؤال ده هو الاجنتيك اي اي. طول ما انت بتحكي هي في دماغي، لانه اتوقع ان في البانكينج اندستري هي من اكتر الاندستريز الكريتيكال، ولازم الواحد يبقى حذر قوي وهو بينجكت اي اي عنده في البروسيسز. دلوقتي اجنتيك اي اي بمفهومها انه وده اللي يوسف يعني هيشرح لنا الكونسبت او شرح لنا الكونسبت في الحلقه الاولى، ارجعوا اتفرجوا عليها عشان الناس تبقى فاهمه من الاول ايه التيرمز بتاعت الاي اي دي. فكره اجنتيك اي اي ان هو يعني انت سايبه خلاص، هو جمع الداتا وتعلم كل حاجه، ودلوقتي هو هيتصرف، هو هيرياكت. رياكت دي كلمه بنستخدم يعني لاي حد في الصناعه هيبقى عارف ان ده term when it comes to agentic AI. ما بقاش deterministic AI، يعني مش اللي هو بيتعلم داتا وبيبريدكت وكده، لا ده هو لوحده هياخد القرار وهينفذ. فتنفيذ القرار في بانكينج اندستري حاجه very critical industry زي كده. برضو احب اعرف من حضرتك ازاي ده بيبقى governed، وهل فعلا انتوا بتسيبوا الاجنتيك اي ايز ياخدوا القرار ويتصرفوا في البروسيس جنرالي، ولا اكيد في حاجات ستوبس معينه؟ طيب هو الاجنتيك اي اي بس يعني بيتهيألي كمان يوسف اكيد اوريدي هايلايتد ده، هو الاجنتيك اي عمره من الانوفيشن وعمره من التواجد مش طويل. احنا بنتكلم تقريبا مثلا من سنه ونص لسنتين بالظبط. فنقدر نقول ان هو في الفاينانشال اندستريز هو مازال في مرحله الاكسبلوريشن والبروتوتايبنج وبايلوتنج سم او فيري فيو يوز كيسز. ايه السبب؟ هو لنفس النقطه اللي كنت بتتكلم عليها ايمان، اللي هو تخوف الاورجنايزيشنز هو الايجنت هيعمل ايه، لان هو بطل ان هو بيقول الكلمه وبيسكت وبيستنانا ان اللي انفذ، لا هو بيقولها وبينفذها. هو بيريكومند وبيأكت وبياخد الاكشن، وكمان لما بيترد عليه بيكمل بيفول اب وبيكمل اللي وراه. طيب ده بيخلينا نعمل ايه كاورجنايزيشنز سبيشالي في الفاينانشال اورجنايزيشن، ايذر كانت فيرتيكال فينتك او ان كان وايد سبيكترم بانك كل السيرفيسز بتاعته، بيخليه يحدد حاجتين كبار جدا لازم يشتغل عليهم: الاوبريتنج موديل والجفرنس سيت. الاوبريتنج موديل انا هحط الايجنتس مكان البني ادمين بشكل عامل ازاي. الجفرنس سيت اب ايه الجارد ريلز او الكنترولز، زي ما يوسف اكيد بيتهيألي هيكون واضح الجارد ريلز شكلها عامله ازاي، او الكنترولز اللي هتطمن ان احنا بنتحرك في الدايركشن الصح. فجايز يكون من الجارد ريلز دي اللي انا طول الوقت بتست الايجنت قبل ما بوديه برودكشن، فبعمل عليه بنسميه الفاليديشن فيز للموديل للايجنت، فبعديه على سيناريوز كتير او بشوفه هيأكت ازاي. في جفرنس كنترول تاني اللي انا الايجنت اللي هياخد الاكشن هحط قدامه ايجنت تو فيريفاي ذا اكشن،
وده يبقى مور كونسرفاتيف عن الايجنت اللي بيسموه الجادج LLM او الجادج بالظبط كده بالظبط كده. فلما نيجي النهارده نقول الجفرنس، هو الجفرنس في الفاينانشال اورجانيزيشنز اهم بكتير من الاوبريتنج للاي اي او الايجنتس انها تكون بتاخد قرارات. انا لازم اكون الاول الجفرنس ده 100% موجود، مطمن بيأكت ازاي، زي ما قلنا having explainable AI ده ما فيهوش جدال، ده من اهم الكنترولز لازم تكون موجوده معايا. اللي انا يكون عندي سايبر سيكيورتي كنترولز علشان الداتا برايفسي والداتا بروتكشن. اللي انا يكون عندي ريسبونسبل اي اي سيت اب بيطمن ان في فيرنس في القرارات، بيطمن ان ما بيديش حد حاجه اكتر من اللي المفروض ياخدها، ما اتعلمش من حاجه غلط، بيطمن ان اللانجوج اللي هيتكلم بيها، لان الايجنت بيتكلم، الايجنت بيتكست، والايجنت بيطلع صوت زي البني ادم. فالايجنت النهارده لما هيتكلم وهيتحرك مع الكاستمر الحقيقي، وللاسف ان دي كيسز حصلت فعلا في بعض البنوك العالميه وفي بعض الفينتكس، استخدم كلمات ومرادفات ما ينفعش تكون بتتقال في سياق البروفيشناليزم او في السياق الطبيعي لكونتكست او لكونفرزيشن مع عميل، وادت في الاخر ان الموديل دي كوميشت بعد ما صرفوا كتير جدا شالوه. فالكنترولز والجفرننس ليه اشكال كتيره زي ما عديناهم، ويبدو ان هو يكون التوب بريورتي قبل ما اقول انا فعلا هسكيل الاي اي، هسكيل وهبقى عندي ايجنتيك اي اي. الاناليتكس بتاعي النهارده ماتيور كفايه، الجينيريتيف اليوز كيسز بتاعته كتير ستيل كنترولد، الايجنتيك ستيل هو في المرحله بتاعه النمو، ما اقدرش اقول عليه ان هو في البري ماتيوريتي، هو ماتيورين جدا، بس اليوز كيسز اللي هيستخدم فيها محتاجه كنترولز، هي دي اللي محتاجه تكون كنترولد او ماتيور، هي دي اللي محتاجه لسه شغل اكتر. كاورجانيزيشنال سيت اب، كاورجانيزيشنال ستراكشر، احنا قلنا ان في بني ادمين هتتشال، طب ايجنتس هيريبورت لمين الايجنت ده؟ يعني انا كنت عارف فاهمين ان في ايجنت اسمه او في بني ادم اسمه ريسك امبلوي، كريدت ريسك امبلوي، موجود في فينتك بتسلف كونسيومر، الراجل اللي بيدرس ده. طب انا فاهم ان ليه مدير، الايجنت ده مين مديره؟ هيريبورت لمين؟ مين هيصلح له؟ فانا لازم اغير الاورج ستراكشر. الاورج ستراكشر باي اتسيلف اتس جفرننس، انا محتاج اغير كمان كل الجفرننس كنترولز، الكوميتيز اللي في الاورجنايزيشن اللي بتاخد القرارات محتاجه تتغير عشان بقى فيها اي اي. كل اللي حكيته يا بهاء برضو ما خليني اسال السؤال بتاع، لان انا خلاص يعني ده، واعتقد ده فادني قوي ان انا اوريدي بقيت شغاله في الصناعه، فبقيت عارفه ريليت قوي اللي انت بتحكيه. يعني وباني الباك جراوند بتاعتك سوفت وير انجينيرنج وبادي الموضوع من الاول خالص، ايه اكتر في وجهه نظرك از سي تي او اوف بنك كبير زي بنك قناه السويس، ايه التكنيكال تشالنجز اللي بتشوفها when it comes to، سواء بقى احنا يعني اجنتك جنريتيف اي اي عامه ديبلوينج الاي اي في الاورجنايزيشن بتاعتك؟ هو الاب سكيلينج اكروس كل الفانكشنز، ما اقدرش اقول ان هي تكنيكال تشالنج على ليفل التيم اللي بيعمل التكنولوجي بس او اللي هو الاي اي سيت اب، لا هي اكروس كل الاورجنايزيشن. اتس ا نيو ايرا زي ما بيقولوا، كل الناس بتتكلم عليها النهارده، كل الناس محتاجه ان هي تتطور فيها النهارده. التطور مش معناه ان انا اجيب اليوز كيس واخليها تبقى موجوده واقول انك كده تمام دن وفوالا انا مبسوط، اتس نوت. هو الاب سكيلينج بتاعي اللي انا بقيت جاهز اخد التشالنج الجديده دي. انا ممكن اكون بزنس، انا ممكن اكون كومبلاينس، انا ممكن اكون الدايركت سيلز، انا ممكن اكون تيم الاوبريشنز، ممكن اكون تيم الريسك. كل اي حد جوه الاورجنايزيشن هو محتاج ياب سكيل التيم بتاعه ونفسه علشان يبقى جاهز للمرحله دي، لان ات اني تايم هو ممكن يكون دوره تو ترين ايجنت يبيهيف ازاي ويرن ازاي، او اتليست تبقى فاهم هو بيقول ايه، فما تبقاش في جاب كبيره. احنا محتاجين اب سكيلينج تووردز التكنولوجي، محتاجين اب سكيلينج تووردز الاوبريتنج موديل الجديد اللي هنشتغل بيه اللي هو مور انتو كروس فانكشنال، محتاجين اب سكيلينج مور انتو ايه الجفرننس كنترولز الجديده اللي هنغيرها، محتاجين اب سكيلينج ان في بعض الادوار احنا محتاجين نشيلها خالص. يعني التيم اللي قاعد بيكتب مثلا زي الاكزامبل الكي واي سي بروسيس بتاعت عميل مثلا، او اونبوردنج عميل، دي ممكن خالص اشيل منها 80-90% من الاكتيفيتيز اللي بتحصل جواها واعتمد بيها على جينيريتيف اي اي بيكتب كل حاجه. صح. زي ما النهارده معظم الواجب للولاد في المدرسه جينيريتيف اي اي، معظم شغلنا اللي بنعمله جينيريتيف اي اي، الايميلات جينيريتيف اي اي باستخدام تولز مختلفه. يبقى هو جاي هي الفكره ان هو يكون محطوط في فريم ورك
احنا مرتضيين السيت اب بتاعها، فاهمين بتشتغل ازاي، بتطلع كنترولز ايه، وبتطلع انا اسف بتطلع نتائج ازاي، والمهم ان هي تكون كنترولد. اليوز كيسز لما كنا بنتكلم عن اليوز كيسز للبانكينج او الفينتك فيرتيكال، يعني بكل اللي انت حكيته يا بهاء، هو مش بس فكره ان احنا ازاي هنمبكت البروسيس بتاعه الاوبريشنز او اليوجوال سيرفيسز اللي احنا بنديها لليوزرز بتاعتنا، لا كمان هي هتمبكت الناس اللي بتوبريت. فلكلامك لازم الناس دي كلها تبقى they know how to operate AI. عشان هو بس مش تولز لليوزرز، هم from within هيكونوا بيتعاملوا مع تولز مبنيه ب AI، فهم لازم يبقوا متعلمين ده. واتوقع برضو في جزء مهم بما انك ان executive level، في جزء هيبقى مختص يعني AI مختص بالاكزيكتيف ليفل، صح كده؟ لو صحيح. انا طب تدينا كده اكزامبل او اتنين لو في. انا بس يعني من كتر ما بشوف حاجات كتير انا ما اعرفش ايه في فينتك، بس اتوقع ان في حاجه كده 100%. يعني لو هنيجي نتكلم على any executive decision كويس، هنقول مثلا ان على الليفل executive decision scaling fintech مثلا في ابر ايجيبت، هي بترن كويس جدا مثلا في الدلتا وفي القاهره، ودلوقتي هو عايز ياخد القرار ان هو يسكيل البيزنس بتاعه ويروح لابر ايجيبت. 100% ممكن اول حاجه العقبه تكون ده انا هفتح اماكن جديده، هعمل كيوسكات في اماكن كتير، فكره المولز والانتشار بتاعها اقل بكتير في ابر ايجيبت عن القاهره والدلتا وخلافه. يعني ابتدي يحط بقى يظهر معاه ديموغرافيكس كونسترينز جديده هو ما كانش عامل حساب عليها كويس. طيب هو الجنريتيف اي هيجي او الاي اي عامه هيجي بافكار يساعدوا بيها ان هو يسكيل البيزنس بكنترولز محترمه زي ما اتفقنا، ب opportunities towards scaling البيزنس بتاعه من غير ما يكون بيصرف بشكل كبير. فهيبتدي يقول والله انا ممكن اخلي الموبايل ابلكيشن مثلا اكسبلور معاه مثلا، يكسبلور معاه، فيبتدي يقول الموبايل ابلكيشن انت محتاج تعمل فيها الحاجات الفلانيه. انا ممكن ما اخليكش تعمل ديموغرافيكس خالص ولا تفتح برانشز جديده، بس ممكن تعمل في الموبايل ابلكيشن الافكار الفلانيه علشان تعمل بيها اونبوردنج لعدد اكبر من الكاستمرز من المكان الفلاني. تبتدي يقول له طب ايه رايك ان انا ممكن تعمل بارتنرشيب مع ناس بتقدم خدمات كومبلمنتري ليك، فتبقى موجود معاهم هم اللي يساعدوك وتتفق على كوميشن بشكل معين او ريفيرال فيز. لا طبعا هو هيساعده في حاجات كتير. قرايته للستيتمنتس بتاعته اللي هي الفاينانشال ستيتمنتس بتاعته شكلها هيختلف. هو ممكن، ودي حاجه انا شفتها بعنايه في اكتر من كيس، فاينانشال ستيتمنتس بنديها لجنريتيف اي اي بيعمل عليها ديب ثينكينج، ونقول له الاندستري دي ايه وحجم البيزنس ايه والهيستوري بتاعه شكله عامل ازاي، بيقول ريكومنديشنز بيأكسلريت التايم عشان تنافيجيت اي حاجه 100%. اسهل حاجه 100%. وده هيخليني اسالك سؤال as an executive or on a personal level، ايه اكتر تولز في الاي اي بتستخدمها؟ يعني انا من بدايه ديب سيك تو بي اونست انا ببريفير جدا ديب سيك في كل ما هو ديب ثينكينج او اكسبلينيشن. الطريقه اللي بيكسبلين بيها الموديل نفسه بالبارامترز بتاعته قويه جدا. لو هتكلم على التكنولوجي ليفل، الموديل اوف كلود اي اي انا شايف ان هو فيري كومبريهنسيف فيري سترونج. السورس كود جنريشن بتاعته قويه جدا يعني، ودي يوز كيس حقيقيه احنا شفناها في اكتر من مكان، وريسنتلي وي ار تراينج تو ابلاي ات اند بايلوتنج ات. ان سيستمز بريكويرمنتس تبقى بتتعمل من الاي تو زي زي ما بنقول ببرومبتنج. prompting generating the system, prompting optimizing السيستم، prompting building الكاستمر اكسبيرينس والديزاين والكالرنج والتمبلت وخلافه، prompting testing السيستم بعد ما خلص، prompting preparing the deployment to production. prompt move to production. كل حاجه ما بقاش بقى لو كود، هو نو كود، هو كله prompt. هو it is code بس the code is being generated بالجنريتيف تولينج او الموديل اللارج لانجوج موديل، وستيل الديفلوبر شايفه وبيكنترول ات وشايفه قدام عينه بيتحرك. فهو محتاج ستيل سكيلد ديفلوبر مش بيلغيه علشان يقدر يمنتين ات اوفر ذا تايم. يدبج الكلام بالظبط كده. وشفنا يوز كيسز مع جاينت اورجانيزيشن تكنولوجي اورجانيزيشنز اعتمدت على الجنريتيف اي في جنريتنج السيستم والديبلويمنت بروفايلز بتاعت السيستم،
ولما حصلت مشكله، حصل اوتج في واحده من اهم الكوميونيكيشن تولز اللي في حياتنا، وقعت لساعات بسبب بايب لاين كونفيجريشن فايل الجنريتيف اي اي خلقها وعمل لها ديبلويمنت على البرودكشن، حركها للبرودكشن، والديفلوبر كان مش شايف اللي بيحصل ده ايه، وما كانش عنده كنترول عليها، فما يعرفش ان التشينج الصغير اللي حصل ده ممكن يوصل لاوتج لدي ان اس كونفيجريشن بسيطه جدا. انا اسف. لا طبعا يعني المحتاج سكيلد ديفلوبر ما زال موجود. استخدام اللارج لانجوج موديل مهم قوي جدا، بس السكيلد ديفلوبر ما زال هو الاشطر. انت مع السكول بتاعت ان انت تبقى بتديفلوب كل حاجه فروم سكراتش على رابر فانكشنز وتنتجريت كل حاجه بكودينج، ولا الحاجات اللي بتاكسلريت الايجنت ديفلوبمنت زي 11 لابس وكرو اي اي وغيرهم كتير؟ يعني بتهيألي التو موديلز ار اوكي، ما عنديش اي بريفرنسز، هي ديبيندز على شكل الكيس عامله ازاي، بس وات ايفر كان بي اكسلريتنج الدليفري اكيد هو الاحسن. سو اكسلريشن هي ده التوب. انا بتهيألي كده لان اتس اباوت سبيد. النهارده صح. everyone could be capable بعد تواجد كل الانيبلمنتس اللي موجوده. هو السرعة. مين اللي هيبقى موجود الاول ومين هيبقى موجود ببروبوزيشن قويه. ولو اقدر برضو ازود على كلامك يا بهاء، عشان انا اجري جدا على موضوع السرعه ده. تاني حاجه، انت ممكن تديفلوب حاجه فعلا في 10 دقائق، بس هو البيهيفير بتاع الايجنت ده عامل ازاي في برودكشن انفايرمنت، هي دي الجيم. 100%. يعني انا شفت من خلال حاجات مختلفه انه لا، الموضوع في البرودكشن بيبقى مختلف تماما عن الديفلوبمنت مود. صحيح. ده تاني اكبر تشالنج. صحيح. اخر حاجه هنختم بيها البودكاست، وبما اني السيزون هدفه ان التوعيه عن كل الفيرتيكلز في الاي اي المختلفه، اي حد بيسمعنا دلوقتي، ميني لو حد شغال في فينتك بانكينج اندستري او عامه حابب يجامب ان، واحنا متفقين ان واضح ان العالم كده الفتره اللي جايه بغض النظر عن الصناعه بتاعتك لازم تكون متعلم اي اي. لو تدينا نصايح سبيسيفيك لو حد شغال في البانكينج اندستري، او عامه لو حد عايز يجامب ان في الاي اي محتاج يتعلم ايه از ستارت؟ يعني انا دايما بقول في الموضوع ده الناس محتاجه تبرومبت صح، دي اول حاجه. تعرف تكتب برومبت؟ يعني الناس يوسف شرح لنا برومبت ده، فاحنا عشان ايه من الاول كده ده يعني مهم جدا جدا جدا، لان احنا بنشوف حاجات كتير قوي بتطلع وحشه قوي، بنشوف حاجات كتير خطيره. الحاجات الوحشه قوي دي بسبب البرومبت، مش بسبب الناس حلوين او وحشين. هو البرومبت اللي مش كويس، والانجن جاهز، الموديل ايذر وات ايفر بقى كانت التكنولوجي ايه هي، هو البرومبت جاهز يرد بشكل محترم وفي كل حاجه. اتس اباوت ذا برومبت، فالناس محتاجه تتعلم ده. الحاجه الثانيه، البرومبت لازم يكون سكيور. يعني انا مش لو هتكلم على اورجانيزيشنال ليفل، انا مش اي حاجه كده اخدها في ايدي واحطها على البرومبت. يعني ما ينفعش اخد الفاينانشال ستيتمنت بتاعت الفينتك بتاعتي واقول له احطها للبرومبت وده يكون بابليك كلاود هوستد، واقول له خد ده قول لي ده ايه، واقول له ده اسم الشركه وده قصه حياتها وده كل حاجه. ما يصحش. فبرضه لازم تكون الناس متعلمه how to be securely prompting the confidential and private and classified data. فده برضو حاجه مهمه قوي الناس لازم تكون متدربه عليها. ثالث حاجه، الناس تبقى فاهمه شويه هو ده بيحصل ازاي. اللي هو انا بستخدموش زي ما بيقولوا كده ايه بلايند لعمياني يعني. يعني لازم يبقى فاهم شويه ديب ثينكينج هيعمل ايه، السيرش هيعمل ايه، فيبقى بيستخدم الموديل الصح مع الاسك الصح عشان يديله النتيجه الصح. بالظبط كده. فدايما بنقول اتس ماشين جان. صح. الماشين جان دي ينفع اعمل بيها حاجات كتير. مظبوط. الماشين جان دي ممكن اعور بيها نفسي. اول حاجه انا هعور بيها روحي. فعشان احمي نفسي انا محتاج اتعلم استخدم ماشين جان. فلازم يكون في شويه كنترولز انا اخد بالي منها. الكنترولز دي لازم اتعلمها كويس، اروح اشوف the proper course to identify how to do prompt, how to do prompt securely, what's AI, what is analytics, what is agentic AI, what is generative AI, ايه use cases, ايه الدبس بتاع كل واحده منها شكله عامل ازاي، الايفولوشن اللي حصلت من البريدكشن او الاناليتكس يوز كيسز او الاناليتكس اي اي اللي هو بقاله سنين طويله جدا جدا جدا، ديكيدز يعني عشرات السنين. واشمعنى اخر 4-5 سنين دول حصلت حاجتين كبار. يعني اناليتكس عاش عشرات السنين وبعدين جنراتيف زين ايجنتك. فانا محتاج افهم ده بسرعه يعني عشان صح. ابقى جاهز له. ابقى عارف if I would be replaced by an agent انا هيبقى دوري ايه، فتعلم السكيل سيت الجديده بتاعه dealing with the agent. دي اهم حاجه.
اهم حاجه في كل الاندستريز الفتره اللي جايه. 100%. التيك بيبل عندهم تشالنجز اكبر شويه، هم محتاجين محتاجين يحضروا نفسهم لسكيل سيتس جديده خالص اسايد من اللي كنا بنقوله ده. فهم محتاجين، انا رايي ان السوفت وير ديفلوبرز هم مش في خطر، هم محتاجين يتعلموا تو ديل ويز اللارج لانجويج مودلز، ومتعلمين يعرفوا التكنولوجي دي. يعني محتاجين يروحوا فيها ديب دايف شويه. وده ابلايد اكروس كل سوفت وير اندستري، كل من ايا كانت الفانكشن بتاعته ايه، ايا كانت. الداتا ساينتست من وجهه نظري محتاجين يطلعوا للستيب الفورورد ويبقوا مور انتو اي انجينيرنج، فيوسعوا الدومين بتاعهم اكتر من مور انتو ان هم موديلنج ذا داتا او predicting from the data towards using AI capabilities على large language models. فمحتاجين يشوفوا ده. الانفراستراكشر انجينيرز محتاجين كمان يروحوا towards الدايركشن دي، يشوفوا ما they used to build data centers، بس هم النهارده هيبنوا data centers فيها GPUs. ده it's a new infrastructure piece. فهو محتاج يفهموا، يشوف الباور بتاعه شكله محتاج عامل ازاي، الاركتكتشر بتاعته شكلها عامله ازاي، الكونفيجريشن اللي بيستخدمها، الاوبتمايزيشن والفاين تيوننج، وكمان الكولينج. ده كمان حاجه تانية محتاج يتعلمها. الكولينج بتاعه شكله عامل ازاي. كل ده مختلف عن كل اللي هو بيشتغل بيه بقاله تراديشنال هاردوير اللي احنا كنا متعودين عليه. صح كده. لا هو على كل الستاك لايرز في disturbance رهيب. اب سكيلينج لازم نجهز. بصرف النظر انا فين في الهيراركي اوف ذا اورجانيزيشن، اي هاف تو بي فيري ويل بريبيرد. وده هدف الحلقه وهدف السيزون ده، انها تبقى تنوير للناس، تبقى فاهمه ازاي تنافيجيت الاي اي وتبدا 100%. ثانك يو سو ماتش يا بهاء. شكرا جدا 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 يا ايمان. ويعني one of the يعني very interesting discussion I run يمكن خلال الفتره الاخيره. وشكرا جدا على الانفيتيشن وعلى الاسئله العظيمه. شكرا جدا. ثانك يو فور كومينج. شكرا جزيلا.